اهلا بكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن احمد حسن وزينب وعن مرض بنتهم ايلين. شفت لهم لايف امبارح، وهم كانوا طالعين بيفسروا للناس وبيفهموهم حقيقة تعب بنتهم ايلين، وقالوا ان هم ودوها عند دكاترة كتير سواء في مصر او في دبي، وهم حاليا في امريكا. وكل الدكاترة فيهم اللي أجمع على إنها عندها حاجة اسمها طيف التوحد، يعني بداية مرض التوحد بس في أوله، وهي باين من اللفظ نفسه. وفي دكاترة تانية قالت هي كويسة، وفي آخر دكتور راحوله قال إن هي عندها حاجة اسمها فقر اجتماعي. بصراحة أنا ما كنتش عارفة يعني إيه فقر اجتماعي، ولكن لما دخلت عملت سيرش فهمت اللي هو يعني البنت قاعدة في عزلة، ما بتختلطش بناس كتير، معظم اوقاتها مش ايلين بالتحديد، يعني اي طفل عنده فقر اجتماعي بيبقى معظم وقته اهله سايبينه على الموبايل، وده خطر كبير جدا. وناس كتير دكاترة واستشاريين اتكلموا في الموضوع ده وعن خطر الموبايل في ايد الاطفال، وقالوا ان الاسباب دي كلها هي اللي بتؤدي، او لما عملت السيرش عرفت ان الاسباب دي كلها هي اللي بتؤدي للمرض ده اللي هو اسمه الفقر الاجتماعي. وقعدوا زينب واحمد حسن يبرروا للناس وان هم ودوها حضانه مش رسميه، وبعدين ما عجبهمش الوضع هناك، ودوها هيبتدوا يودوها حضانه رسميه لان هي سنها كمل 4 سنين، وان في دكاتره قالت لهم ان البنت لسه في الاول وتتلحق وكبرها سنه او اكتر من سنه بوقت بسيط، وان شاء الله تكون كويسه. وشفت البنت في البث او في الفيديو اللي كان معمول، كانت بتقول بعض الكلمات او بتتحرك بعض الحركات، وقالت زينب ان هي لما بتحب تطلب بتقول ايلين عايزه تاكل، ايلين عايزه تشرب، ما بتقولش انا عايزه اكل او انا عايزه اشرب. او بتقول تاكلي، تشربي، زي مثلا ما بتكون مامتها بتوجه لها السؤال تاكلي، تشربي، تلعبي، فهي بتقولها بنفس الصيغه. اللي ما عجبنيش في الفيديو بصراحة، انا ماليش دعوة باحمد حسن وزينب، مش ده محور الفيديو بتاعي. حتى لو كان ليهم تصرفات زمان ما كانتش كويسة، بس هم راجعين بيعملوا الى حد ما محتوى ما فيهوش اساءة زي الاول. اللي ما عجبنيش في الفيديو هو ضغط المتابعين عليهم ولومهم للام والاب، ان انتوا ازاي سايبينها كده، احنا من بدري بنقول لكم البنت عندها توحد. وناس كتير ضغطت على زينب في التعليقات خلوها اتضايقت واتعصبت. مع احترامي لكل الناس ولكل المتابعين، مفيش حد هيخاف على البنت اكتر من امها وابوها، يعني مفيش حد هيكون حريص على ابني اكتر مني، مفيش حد هيكون حريص على ضنايا اكتر مني. وممكن يكونوا هم زي ما هم قالوا، هم بقالهم كتير جدا بيسعوا بس ما كانوش بيتكلموا، فمش شرط ان هم يطلعوا يقولوا احنا بنعمل واحنا بنسوي واحنا بنوديها للدكتور الفلاني وبنوديها للدكتور العلاني وسافرنا بيها دبي وسافرنا بيها مش عارفة فين وحاليا احنا في امريكا عشان نعالجها. مش شرط يطلعوا يقولوا كده. احنا بنلوم على الناس اللي بتفتح حياتها على العام، وبعدين هم تفكيرهم سليم لانها طفلة. لومي عليهم ان هم اتأثروا بضغط المتابعين، وفعلا طلعوا واتكلموا عن مرض البنت، ويعتبر زي اللي شهروا بيها. ممكن حد يقول لي هي صغيرة ومش عارفة، لا، الفيديوهات دي بتفضل موجودة، ممكن البنت لما تكبر وربنا يكرمها ويمن عليها بالشفاء تشوفها، فمش لازم نفضل نضغط على الانسان اللي قدامنا. انا كنت بشوف التعليقات وكنت بشوف الناس وهي بتقول لهم بنتكم مريضة، بنتكم عندها توحد، بنتكم فيها، بنتكم فيها، وهم ما كانوش بيردوا. شهادة حق، هم ما كانوش بيردوا. فليه ما احترمنوش رغبتهم في السكوت وعدم الرد، وفضلنا نضغط عليهم لحد ما طلعوا عملوا بدل اللايف 2 وشرحوا فيه حالة البنت كلها، وعرضوا البنت قدامكم واتكلموا وحاولوا يخلوا البنت تتكلم عشان يبينوا لكم ان البنت الى حد ما طبيعية. المرض ابتلاء، وكلنا معرضين لأي ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. مش لازم نطلع نقول احنا فينا وفينا وفينا، وخصوصا انها طفلة وبنت. فلومي على احمد حسن وزينب ان هم طلعوا شرحوا حالة البنت، وطلعوا
حطوا البنت قدام الكاميرا، هي بتطلع معاهم في الفيديوهات، بس لما تطلع في فيديو يكونوا بيهزروا بيلعبوا بيخرجوا بيعملوا اي شيء ترفيهي، غير لما يطلعوا عشان يعرضوا مشكلتها ويعرضوا حالة مرضها. فهجوم المتابعين ما كانش فيه اي داعي، والضغط عليهم في ان هم يطلعوا يتكلموا في حالة المرض بتاعت بنتهم ما كانش ليه اي داعي، لان ما فيش حد في الدنيا هيكون حريص على الابن او عضانه اكتر من الاب والام، مهما كانوا الاب والام دول فيهم ايه، فهم اكتر حد هيكون حريص على ابنهم او بنتهم. فبلاش نضغط على اللي قدامنا لدرجة ان احنا نخليه يخرج عن شعوره ويقول على حاجة وجعاه او حاجة تعباه. لما كانوا الاول بيعملوا فيديوهات فيها حاجة خدشة للحياة او فيها تصرفات مش مناسبة لانها تطلع على العام كنا بنلومهم، ودلوقتي برضو بنلومهم، بس المرة دي بنلوم على مرض طفلة هم أدرى الناس بيها لأن أمها وأبوها مش حد غريب. وطلعوا وضحوا وقالوا احنا بقالنا سنتين بنجري وبقالنا سنتين بنسعى وبقالنا سنتين بندور، وشيء طبيعي ان الام تقول انا بنتي طبيعيه ما فيهاش حاجه. اي ام في الدنيا هتقول كده، انا بنتي طبيعيه ما فيهاش حاجه، من كتر الضغط عليها هتقول انا بنتي طبيعيه. بس هي اكتر حد موجوع على بنتها لو بنتها فيها حاجه، وهي ما عندهاش نسبه التوحد الكبيره اللي تقلق. لو دخلتوا وعملتوا سيرش وقريتوا وعرفتوا اعراض التوحد او اعراض الفقر الاجتماعي هتعرفوا ان البنت حالتها مش مزمنه يعني، وفي امل منها مع جلسات تخاطب مع جلسات تعديل سلوك زي ما مامتها قالت البنت هتبقى كويسه وزي الفل. ربنا يشفيها لهم ويخليها لهم ويشفي كل مريض ويراضي كل اب وام في ولاده ويفرح كل اب وام باولادهم. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك خصوصا في اول ساعه في الفيديو لانه بيرفع الفيديو، وسبسكرايب للقناه، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.